التحاليل دي بتطلب في اليوم ده علشان نشوف المستوى بتاع الهرمونات كليفل قد ايه. المفروض ان هم بيبقوا اقل ليفل، بس لو لقيناه عالي يبقى فيه مشكله. او لقينا ان في حاجه اسمها اف اس اتش ال اتش ريشيو. الاف اس اتش ال اتش ريشيو ده بيبقى المفروض إن احنا في بدايه التبويض الفوليكل ستيميوليتنج هرمون هو اعلى من اليوتينايزنج هرمون. طب لو حصل العكس، لو ال اتش هو اللي طلع اعلى ماشي عن ال FSH بنسبة أكتر من 2 أو 3، يعني لقينا ال LH ضعف أو أكتر من 3 أضعاف ال FSH، كده حصل شيفت للاندكس ما بينهم، وكده ده بيقول ان في الحاله دي عندها PCO او بوليسيستيك اوفري ديزيز. فعشان كده طالبين التحاليل في ثاني يوم الدوره علشان نشوف الليفل بتاعها. التحاليل التانية التستوستيرون فري وتوتال والديهيدرو اندروستينيدايون سلفيت. الاس دي يعني سلفيت، في منه نوعين، في داهية اللي بنسميها داهية وداهية اس. المفروض ان الليفل بتاعتهم بتوحي ببعض الانديكيتورز اللي على اساسها بتقول ان الحالة دي التبويض بتاعها اخباره ايه، ونتيجة المينسترو سايكل او البيريود اخبارها ايه. لو في خلل فيهم بيؤدي لتأخر الإنجاب، أو إن الحالة بتبقى داخلة في سواء كانت في تأخر الإنجاب ده بدائي أو برايمري أو أولي أو ثانوي أو سكندري. إن هي مثلا كان حامل وبعد كده بطلت تحمل، أو خلفت مرة وبعد كده ما عادش بتخلف تاني، أو ما خلفتش من الأساس، أو في لخبطة في البيريود بتاعتها بتيجي مثلا تأخر، أو بتيجي دورتين ورا بعض وهكذا.